الشأن المرتبط بالأوضاع الاجتماعية سواء للأطفال أو النساء بوضعية صعبة أو غيرهم. وهذه الاجتماعات في الواقع هي اجتماعات مهمة جدا تأتي لتكريس دور جميع المتدخلين والفاعلين على مستوى بلورة وترجمة كل هذه النصوص القانونية التي وضعها المشرع إلى عمل مادي يستفيد منه الطفل والمرأة على حد السواء. في البداية أثمن هذا المجهود، ومن خلال هذه الفرصة أطلب من السيد ممثل النيابة العامة وكذلك السادة الأساتذة القضاة المشرفين على قطاع الطفل لننتقل من مرحلة الاجتماعات الدورية كما ذكرت سابقا في الاجتماع السابق إلى تفعيل كل هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماعات إما شهرية أما